كانت جينيفر مربية شابة وطموحة تبحث عن فرصة عمل لتجمع بين شغفها بالأطفال وحاجتها إلى كسب المال. تم توصية جينيفر بوظيفة مربية في منزل عائلة براون، وهي عائلة ثرية تعيش في قصر كبير في ضواحي المدينة. عندما وصلت جينيفر إلى المنزل، لاحظت أن الجو حولها كان مشحونا بالغموض والسكون المريب. استقبلتها سيدة براون، وهي امرأة ذات مظهر قاس وعيون باردة. أعطتها السيدة براون ورقة للمهام التي ستقوم بها. أخبرتها جينيفر بأنها ستعمل على رعاية طفلتها الصغيرة، إيميلي. لم يمر وقت طويل حتى بدأت جينيفر تشعر بالغرابة في المنزل. كانت الأضواء مظلمة والأثاث قديما ومهترئ، ومع ذلك كانت جينيفر مصممة على إثبات قدراتها كمربية ورعاية إيميلي بكل حب واهتمام. بينما كانت تجلس في غرفة الأطفال، سمعت جينيفر أصواتا غريبة تنبعث من الطابق العلوي. كانت أصوات نقاش همسي وضحكة مخيفة. تجاهلت جينيفر الأصوات وحاولت التركيز على مهمتها، لكن الأمور بدأت تتفاقم. بدأت تشعر بأنها مراقبة، كما لو أن هناك شخصا يراقب كل خطوة تقوم بها. سمعت أصواتا تتحرك في الممرات وأبواب تفتح وتغلق بشكل غامض. كانت الأشياء تختفي وتظهر في أماكن غير متوقعة. جلست جينيفر في الأريكة رغم الخوف الذي ينتابها، ثم أخذت ورقة المهام لتقراها. كتبي لها السيدة براون ملاحظة هامة: إنه 9:30، يجب عليها أخذ إيميلي للنوم، ويجب إغلاق باب الغرفة بالقفل الموجود فوق مكتبها. استغربت جينيفر من ملاحظة السيدة براون، ولكن لم تكترت. أخذت إيميلي إلى غرفتها، ثم أخذت القفل وأغلقته على إيميلي عندما استدارت لتعود إلى غرفتها. كانت إيميلي تبكي وتطلب النجدة بصوت خافت وغليظ: ساعديني، افتحي الباب، افتحيه. فتحت إيميلي قفل الباب، ثم وجدت إيميلي نائمة في غرفة وبجانبها دمية مرعبة تشبهها تماما. شعرت برعب شديد، ولكنها قررت أن تكون قوية ولم ترغب في إزعاج نفسها بهذه الهلاوس. ومع ذلك بدأت الأحداث تأخذ منعطفا مرعبا. رأت جينيفر ظلالا تمر بسرعة في المرآة وظهور أشباح ضعيفة في الزوايا المظلمة للمنزل. تزايدت الهمسات في أذنها واشتد الشعور بالاحتجاز والخوف، ثم قررت أن تهرب وتترك إيميلي وحدها قبل أن تذهب. تركت رسالة للسيدة براون لما كان تمر به. عندما خرجت، استدارت للطابق الذي نامت فيه إيميلي وتفاجت بوجود شخص أسود ذو أسنان بيضاء يلوح لها. ذعرت جينيفر وبدأت تجري لسيارتها، ولم تعمل. عندما خرجت، رأت عجلات سياراتها غير موجودة. ازداد الخوف في قلب جينيفر، فرت هاربة حتى رأت سيارة أجرة لوحت له وصعدت. كان الرعب يحيط بها عندما أوصلها المنزل. لم تنم تلك الليلة، وعادت جينيفر نفسها أنها لن تعد مربية أطفال، بل وفتحت مخبزة لها في المدينة. ورغم مر السنين، لم تنسى جينيفر تلك الليلة المرعبة والمخيفة.